السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم متابعاتي، ان شاء الله كامل تكونوا بتمام الصحة والعافية. صباح الطاقة الإيجابية، صباحكم طيب حبيبتي. بعد ما غبت عليكم لمدة تقريبا 26 يوم والله أعلم، قريب شهر. نورمالمون راكم والفتوني، ما تقلقوش عليا. نقول لكم اليوم طليت عليكم بروتين كله حيوية ونشاط. اليوم راح نوري لكم روتين المرأة الماكثة في البيت باش يكون روتين ناجح وتعرفي تقسمي شغلك بين بيتك وأطفالك، وخاصة باش تمدي وقت لنفسك. وهذه أول حاجة لنفسي ونحسها تمد لي جرعة، يعني تمد لي جرعة طاقة، وهي أني نمد وقتي لعمري. ما صورتش معاكم هنا لكن وراء الكواليس بعد ما نوض نروح ديريكت. أول حاجة نديرها نغسل وجهي، نغسلو مرتين بالصابون، ومن داك ما نغسلوش، نغسلو برك بالماء مليح باش لانه هادوك الزيوت اللي يجيونا صباح زيوت مفيدة للوجه. كل نهار وكيفاش نبروسي اسناني ونتوضا ونرجع للغرفة تاعي، نبدل حوايجي ونمشط شعري. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لنا كرموا شعركم، وندير كريمة مرطبة لوجهي ونفوت يومي جميلة وعلى طبيعتي ونكون مرتاحة ونقدر ندير أي حاجة. المهم أني نبكر، ما نوضش روطار مثلا 9 ل10. إذا نوضت هذاك الوقت ما حش نقدر نكمل شغلي، غير إذا ما كانش عندي شغل ولا نقدر نرقد ونوض هذاك الوقت ونريق روحي. لكن في البكور بركة، يكذب عليكم والله ما كاين نهار راح يكون مبارك كيما كتبكري. معليش يا لو كان 7 6 ونص 8 غير مليحة، بصح كي طولي بزاف والله ما تقدريش كامل تنظمي وقتك. كيما شفتوا بعد ما صليت وكملت جيت درت شويه بغرير باش نتقهوى، ودرت في بالي يقعد لي القهوه تاع العشيه، بصح خلاص بالخف. الزوج برك وحده كلا الله اعلم كتر من 8 حبات وما خرجليش مثقوب بزاف، درتو بسميتك شغل متوسط ماشي برطب. ما كانش عندي. المهم جا هايل، والزبده بالزبده والعسل ما شاء الله جاي هبل. نتوما ما نعرف كيفاش يديروه، كيما لهنا القبايل يديروه بزيت الزيتون والسكر ويجي تان بزاف بنين. ومن بعد رحت رتبت فراشي كما شفتوا، وطبقت القش اللي كان عندي، وهويت الغرفة تاعي باش يجوني الافكار تاع واش ندير ونكون مرتاحة. كما قلت لكم عطرت الغرفة، يعني رغم البساطة بصح ما نسوش باللي النظافة هي نصف. كما قلت لكم رجعت نصف كل شيء الجمال. بلاصتو، وطبقت القش اللي كان عندي كنت دخلته ملح كانت كاينه شتا ولهنا كانت صحات. يعني جاز نهار هايل. لهنا كان كامل مازال ما راحش الحال، كانت يا ربي 9 ولا كنت درت شحال من حاجة. قلت لكم باللي البركة كامل راهي في البكور، اللي بكر على شغله اقضاه. كما قلت لكم فات نهار هايل خفيف ضحك ما شاء الله. الفطور درت هادو كريات الأرز بالدجاج والزيتون في الفور بزاف بنان. شهيتكم من ألذ الحاجات اللي كليتهم في حياتي، يعني اللهم بارك. شهيتكم في الجنة إن شاء الله. ثم تاني دا ديروه الفكرة الفطور ولا إن شاء الله يعجبكم. هذا طيبوا قيس كاس روز وديروا فيه نص صدر تاع الدجاج، وطيبوا الرز هذاك مليح، من بعد تخلطوه مع الدجاج وتزيدوا له حبه بيض ولي زيبيس ولا شابلور، وتكوروهم وتقليوهم. بعد ما تقليوهم تحطوهم في لاصوص تاعكم اللي تكونوا درتوها بالطوماطيش والبصل شويه توم صوص طوماط. هذا ما كان حاجه سهله. او من بعد تيك تحطوهم في هذيك لاصوص وتحطوهم في الفور، وتقليت معاهم البطاطا وكلينا والحمد لله. جات عندي واحد الضيفه اللي هنا كلات معانا وراحت، وجاز نهار الله يبارك، جاز بزاف مبارك وكنت فرحانة بزاف الحمد لله. هنا عاونوني وغسلوا الماعن وهناوني منهم. ولهنا راني وريت لكم كيفاش يعني بركة البكور. حتى وما غسلوليش الماعن كانت عندي واحد الطاقة اني نقدر نغسل ماعن تاع عرس. نورمال الانسان كي بكر يقدر يغسل ماعن تاع عرس، ما عندوش كامل مشكل وما يحسش بالعيامين. داك نوض الصباح بكري ملي نوض وانا نخدم 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 نخدم، العشية كي نروح نرقد ماشي عيانة. علاه ماشي عيانة الله أعلم، من عند ربي. المهم حبيباتي حبيت نوري لكم هاد الوصفات تشوفوها كما راكم تشوفوا شحال شابة وتشهي وبنينة. نوضوا وجدوها لقهوة العصر تاعكم إن شاء الله راح تنال إعجابكم أكيد. هذه طاغتو سيترون بصح انا رديتها طاغت اورانج بالبرتقال. كريمة البرتقال بزاف بنينة. ولقيت بلي عندي شوية شوكولا وشوية كريم فريش زدت خدمتهم. زدت خدمت طاغت او شوكولا بزاف بنان. ودرك نعطيكم الوصفة وان شاء الله نتمنى انكم تجربوها، لانه درك وقت تجينا ونعرفوا بلي هاد المقادير راهي موجودة تقريبا في كل دار، ومام في الحانوت تقدروا تلقاوها يعني، وما راهيش غالية، راهي في متناول الجميع.
شوفي حبيبتي، وزني 125 غرام مارغرين كيما راني نوزن انا، ولا ما تقدريش توزني راهي تعرفي الباطا قسميها على زوج، ولا قسميها على نص، ولا اقسميها على نص. الباطا اقسميها على نص، نص خدمي به ونص خليه، يعني راهي 125 غرام. زيدوا لها زوج مغارف سكر رطب سكر غلاس، وحبة بيض، وزيدوا لها مغرف لافاني باش ما تجيكمش ريحه البيض، ونص مغرف صغيره تاع خميره الحلوى. شتو مغرف صغيره، نتو ديروا لها نص تاع خميره لا ريفور شيميك. كيما راكم تشوفوا لهنا راني نخدم. ومن بعد ما تحركوا هادو كامل راحت لي المرحله كي حركت هاي ليك. لهنا بعد ما نسجموا كامل الزبده مع البيض مع السكر حركتهم، بعد درت الفارينه، ومن بعد فوق الفارينه زدت ضفت الخميره. ولا هنا بداو تحركوا وزيدوا في الفارينه بشويه حتى تلحقوا لوين راكم حابين. العجينه تكون رطبه وتكون شابه يعني، وما تلصقش في اليدين كيما العجينه تاع لي سابلي. هنا راني نوجد في الكريمه تاع البرتقال اللي فيها 3 حبات برتقال، عصير البرتقال نسحقوا فيهم العصير فقط، واللي حبت تزيد لي زيت تاعهم تزيد. هنا انا درت جو برك تاع البرتقال، زدت له زوج مغارف سكر على جال البرتقال حلوه. واذا درتو القارص ديروا زوج حبات قارص وحتى ل4 مغارف سكر باش تنحيو القروسيه هذيك. ومن بعد تيك هنا كما راكم تشوفوا نكسروا 3 حبات بيض. الصفار نديروه في الكريمه، والبياض يروح لامورينغ. 3 صفار و3 بياض لامورينغ كيما راكم تشوفوا لهنا. راني ندير الصفار داخل الكريمه، راهو كلش مفصل يعني كل شيء مفهوم ان شاء الله ما يروح لكم والو. كما شفتوا الكريمه فيها البرتقال، فيها زوج مغارف ولا 3 سكر على حسب القروسيه تاع التينه تاعكم، وفيها 3 صفار بيض هذا ما كانوش فيها. ومن بعد تيك في الاخر زيدوا لها 125 غرام تاع زبده. كما شفتوا لهنا فتحوا العجينه تاعكم. اللي المول تاعها كبير هذه تجي في مول تاع 28 سنتيم، يعني 28 سنتيم تخدم لك خبزه واحده. بصح انا درت في هذو لي مول صغار، خرجت لي زوج، خرجت لي وحده اورانج وحده درتها او شوكولا، وصغيره هكاك قيس طبسي صغير برك خرجت لي يعني زوج ونص. واللي دارتها في مول كبير تخرج لها حبه. ويعني كما تعرفوا راهي تتباع برا غاليه وبزاف بنينه، وسورتو تاع الدار تجي بنينه خير. هنا كما شفتوا مع خليتها بردت هذيك العجينه، وحطيت الاخرى طيب، حطيت الكريمه طيب مع طابت، فرغتها لداخل وهي سخونه. خليتها بردت لهنا في الطاقة شوية بيس كانت شتا، صبت من قبل كان البرد برا. وبعد دخلتها الفريجيدار وخليتها كملت بردت مليح. هنا طلعت لاميغينغ واللي خرجت لي بزاف بنينة. فيها 3 بيض، وفيها بعد ما يطلعوا وقرصة ملح. بعد ما يطلعوا مليح تزيدوا لهم 4 مغارف سكر بالتدريج، يعني مغرف من بعد زيدي شوية مغرف من بعد زيدي شوية مغرف من بعد زيدي شوية مغرف كما راكم تشوفوا لهنايا. كي يطلع على شكل ثلج نزيدوا له 4 مغارف تاع سكر بالتدريج. هذا ما كانوش فيها 3 صفر بيض، قرصة ملح و4 مغارف سكر. يعني لحد ساعة كل شيء راه مفهوم إذا تبعتوه بالضبط. ولازم تجربوها، لازم تجربوها وتقولوا هذه الوصفة تاع ريحة الدار على جال راح تجيكم أكثر من رائعة. ما تخافوش ما تجيش فيها ريحة البيض، ما يجي فيها والو. إذا حبيتوا تزيدوا لها شوية لافاني زيدوا لها لافاني ماشي مشكل. هنايا بعد ما وجدت بديت نعمر فيها في لابوش، وامير يهبل فيا لتحت ما خلانيش كامل نخدم الاز. هنايا رحت لقيت بلي مازال عندي شوكولا قيس 150 غرام هكاك، قطعتها وزدت لها الضعف تاعها كريم فريش، يعني 150 درت لها 300 غرام كريم فريش وحطيتهم يذوبوا، ودرتها في السنيوه الثانيه. مليح الانسان يشري هاد الحاجات من داك حتى وما يسحقهمش هذيك الدقيقه، بصح بعد الوقت يسحقهم. انا كي كنت نخدم هذيك الخطره قعدوا لي وقعدت مخبيتهم، ولا كان فراش ما فتحتهاش كامل من النيلو تاعها، خليتها جديده هكاك باش نقدر نستعملها وتكون لاباس عليها. هنا درت لامورين في لابوش وزينته بها وخليته يبرد، وحنا ما كناش صابرين بيسك بنينه بطريقه ماشي نورمال وريحتها بزاف شابه. وهذه الدوزيام اللي خرجتها خليتها بردت، والشوكولا جبتها هكاك سخونه وحطيتها حطيتها في الفون دو طاغ تاعنا. وراهي الطفله لهنايا تزين فيها وجات بزاف بنينه. جا الزوج لهنا قلت له لا تاكل الرز، قال لي سقي لي العدس.
سقيت له كلا العدس ومن بعد تيك الروز هذاك العشية وقيل كلاه الله أعلم. المهم بعد ما يبردوا العجينة تجي بزاف بنينة وتجي مقرمشة وكتبات تولي طرية وبنتها تولي بنة ما شاء الله. نتمنى كامل تجربوها وأكيد راح تنال إعجابكم. وإذا حبيتوا نسجل لكم الوصفة في صندوق الوصف. دوك نسجل لكم الوصفة في صندوق الوصف ونتمنى أنكم تجربوها وتشاركوني رأيكم وتقولوا لي إذا عجبتكم ولا لا. كامل داروا طاغت وسيترون مي ما كاش بزاف اللي داروا طاغت بالبرتقال. شوفوا لهنا القوام تاعها يجي بزاف بنين كيما راكم تشوفوا وتجي ريحتها تهبل وهكا مليحة. ديروها من داك تفرحوا بها وليداتكم ماشي غير كسرة خبز كاطو تاع برا. مليح الواحد يجرب حاجات في دارو يفرح بهم ولادو. انا وليدي بزاف فرح لهنايا قعد غير يقول لي كيك كيك كيك. فرح بزاف وكلينا كامل وعجبتنا وقعدت حتى الغدوة من داك. يعني تخرج لك كمية ما شاء الله كمية معتبرة بزاف تكفي كامل الدار. هذا هو حبيباتي كان روتين اليوم اللي نتمنى انه ينال اعجابكم. ونقول لكم تاني نعاودها لكم باللي في البكور بركة. ونوضوا بكري وصليوا صلاتكم في الفجر. ما تنسوش صلاتكم صليوها في الوقت. اللي ما يسمحش في ربي اكيد ما راحش يسمح فيه وراح يعطيه كامل واش يرضى. يصبر برك ويداوم على صلاته ويداوم على الدعاء وربي اكيد راح يرزقك بعد ما يشوف صبرك ورضاك عليه وعلى واش عطالك. المهم لهنا صورت لكم قوس الله كما يقولوا له قوس قزح بصح انا نقول قوس الله لانه قزح اسم من اسماء الشيطان والعياذ بالله. لهنايا رحت ديت البغرير زدت خدمت البغرير العشيه وديته لدار صاحبتي و دوزنا سهرة هايلة. لهنا مع الحق قلت لها قالت لي تقهوي قلت لهم حبست القهوة داروا لي لاتاي يعطيهم الصحة والخفاف وواحد النوكة هكا بزاف بنينة. ومن بعد قعدنا قلت لها مالا نروح قالت لي ماما قالت لي والله ما تروحي حتى تاع الشاي. ويعطيها الصحة تعشينا دارت لنا لا بوري بزاف بنينة بلا صوص يعطيها الصحة ويكتر خيرها. ولهنا بعد ما رجعنا للدار راني نصور لكم في اميرو ونصور لكم في الليل. نحيت اليوز تاع الفراش بيسك غسلتهم تما مازال ما نشفوش. درك نشفوا وبلاصتهم درك ندخلهم ان شاء الله ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله يكون عجبكم.